مش ممكن يا جماعة الجمال والطعامة دي. طول عمري بعملها باللبن والرايب والزبادي، والنهاردة أول مرة أجربها بالبرتقان. هي برتقانة واحدة أو اتنين وهتعملي أحلى رواني في الدنيا. بجد خطيرة ومش هتغيري المقادير دي خالص. أول حاجة كده هحضر معاكم المكونات الجافة. عندي كوباية من الدقيق الأبيض العادي خالص، وكوباية من دقيق السيمولينا اللي هو دقيق البسبوسة، طبعا خام مش عليه أي حاجة خالص. ونص كوبايه من جوز الهند سواء بقى خشن او ناعم مش هتفرق معانا خالص في الوصفه. ورشه الملح بقى عشان السنه. ونقلب الكلام ده كله كويس جدا مع بعضه. عايزه اقول لك والله هتاكلي احلى صينيه رواني بالبرتقال. بجد تحفه في حته تانية خالص، بجد مختلفه عن اللي بنعملها باللبن والزبادي والطريقه التقليديه بتاعتنا دي. قلبنا كده المكونات الجافه بتاعتنا كويس جدا، هركنها بقى على جنب ونجيب بقى الخلاط. هنزل بقى فيهم بثلاث بيضات بدرجه حراره المطبخ. وعلى طول هننزل بالفانيليا بتاعتنا، وطبعا فانيليا برتقال عشان نعلي تيست البرتقال وريحه البرتقال في الكيكه بتاعتنا. تمام كده، ومش بحط فانيليا عاديه، هو بس باكو واحد فانيليا برتقال. وهنزل كمان عليه بمعلقه كبيره بشر برتقال. وكوبايه من السكر ونص كوبايه من الزيت عليها معلقه كبيره من السمنه. وممكن تستغني عن السمنه وتخليها نص زيت بس. وكوبايه من عصير البرتقال بعد ما ضربناه في الخلاط من غير ميه ومن غير سكر. وصفيناه كويس جدا، وطبعا معلقه الخل الكبيره ما تنساهاش. ضربناهم كويس جدا في الخلاط زي ما انتم شايفين لغايه ما يبقى القوام فاتح وتقيل معاكي بالشكل ده. والسكر طبعا داب واختفى معايا تماما. هنزل بقى دلوقتي عليه بالخليط الجاف اللي احنا كنا مجهزينه على جنب. كوبايه الدقيق الابيض وكوبايه دقيق السميد والبيكنج باودر ورشه الملح، ونقلب ده كله كويس جدا في اتجاه واحد زي ما انتم شايفين. ومش هنبالغ في التقليب علشان دي البسبوسه ما يحجرش معانا. صينيه بقى مقاس 26 بطنتها كويس جدا بمعلقه كده من السمنه او الزيت. ورشه من الدقيق، ما كانش عندي دقيق فبطنتها برشه من السيمولينا او دقيق البسبوسه. وهنزل بالخليط بتاعنا زي ما انتم شايفين بالشكل ده. مقاس 26 حلو قوي، ما تكبريش عن كده عشان تطلع معاكي القطعه مرتفعه. خبطتين كده عشان نخرج الهواء الزياده، وندخلها الفرن على 180 في الرف الوسطاني. هتاخد من ساعه الا ربع لساعه الا 5 دقايق حسب حراره الفرن عندك. في الوقت ده هنحضر الشربات بتاعنا. عندي كوبايه من السكر عليها كوبايه ونص من الميه. وعصره نص ليمونه هرفعهم على النار ياخدوا غلوتين. واسيبهم 5 دقايق بس كده وهطفي على طول. شربات خفيف يا جماعه زي شربات البسبوسه بالظبط. محتاجه الشربات يكون سخن كده او دافي. وتطلع الصينيه بتاعتنا من الفرن مباشره على طول وهي سخنه. نسقيها على طول بالشربات بتاعنا الدافي. كانك بالظبط بتعمليها معامله البسبوسه، الاتنين سخنين. عايزه اقولك ان اللون الخطير ده اخدته وهي بتستوي. بجد يا جماعه خطيره جدا جدا، الشقه كلها اتقلبت ريحه برتقال. لو حسيتي بقى ان هي استوت وكل حاجه بس لسه لونها فاتح، ولا لها الشوايه دقيقه واحده بس علشان ما بتاخدش وقت خالص. وزينتها مباشره كده بجوز الهند بعد ما زقيتها على طول بالشربات عشان يلزق فيها ويمسك عليها. وقطعتها بعد كده غطيتها وسبتها حوالي ساعه ورجعت عشان اقطعها واخرجها كده من الصينيه. عشان تكون متماسكه معايا يعني ما تتفتتش مني. حاولت على قد ما اقدر تكون متماسكه شويه القطعه. عشان تشوفوا شكلها قد ايه خطيره، هي كانت لسه دافيه حاجه بسيطه. بس خلاص بقى يعني هديت خالص عن الاول. شايفين يا جماعه ريحتها تحفه، لونها ممتاز جدا جدا. وكمان عاليه ومرتفعه وخطيره، وطعمها يا جماعه بجد بتدوب دوبان. وكل ما سبتيها تبرد اكتر او بيتيها لتاني يوم لو عندك ضيوف ولا حاجه. هتخرج معاكي القطعه متماسكه اكتر وشكلها احلى بكتير. بصوا شايفين طبعا ده بعد شويه كمان كانت طالعه معايا مظبوطه ازاي. بجد الرواني من احلى الكيكات اللي ممكن تاكليها بجد. طعمها خطير جدا، خفيفه بتدوب ذوبان. ميكس ما بين البسبوسه والكيكه. فالاتنين مع بعض بجد بيعملوا كده. بوم كده لما بتاكليهم بيكون طعمهم حلو قوي قوي. والنهارده كمان عملناها بطريقه غير العاده ومقادير تحفه جدا. البرتقال يا جماعه تحفه. جربوها بالبرتقال وسيبك بقى من اللبن والرايب والزبادي. ومستنيه رايك في الكومنتات وتطبيقكم. وده كان فيديو النهارده، استنينا بقى في وصفه جديده، مع السلامه.